وربما الحكم كان دوره مؤثرا. كانت هناك فريق أفضل وفريق آخر كان متدنيا، والنتيجة حتى وإن كانت هناك 3-4-5 لم يغير شيء. كان الفوز مستحقا والهزيمة أيضا مستحقة، فلذلك يجب أن نتقبل ذلك. مساء الخير. هذه الهزيمة اليوم تعكس الفارق بين الفريقين. كيف تقولين ذلك؟ الفارق هو فارق بين في البطولة حتى نهاية الموسم. اليوم أصبحنا متأخرين بنقطة وسنسير على هذا المنوال متقدمين ومتأخرين، وسنكون على هذا المنوال. جاهزا. أعتقد أن الفارق لا يعكس ذلك. هذه نتيجة كما قلت ربما تعد جائزة لمن كان لعب بشكل ممتاز وعقاب لمن خسر. وبإمكاني أن أرد على نفس الطريقة. كانت هزيمة يسهل تحليلها ويجب أن نتقبلها. خرجنا من هذا الملعب في العديد من الحالات بنتائج صعبة، خاصة لما حدث على أرضية الملعب مثلا مع الإنتر، ولكن هذه الهزيمة كما قلت يجب أن نتقبلها. نتيجة محزنة، لا نريد أن نهزم، ولكن بإمكانك أن تحللها. نعم. كيف حدثت هذه الهزيمة بهذا العدد الهائل من الأهداف؟ هل يؤثر ذلك سيكولوجيا على اللاعبين مستقبلا؟ تكلمت مع اللاعبين لدقيقتين تقريبا قبل أن أخرج إليكم، وقلت لهم أن البطولة لم تنتهي بعد. الموسم لا زال قائما، ولا نعلم إذا كان بإمكاننا أن نعود هذا الموسم إلى هذا الملعب. لا نعلم ذلك. كنا عدنا الموسم الماضي وكنا قد وصلنا إلى هذا الملعب خسرنا، وبعد ذلك تفوقنا في الشامبيونز ليج، في نهائي الشامبيونز ليج. وكان هناك من كان يتابع المباراة على التلفزيونات عبر التلفزيونات، لكن لا نعرف. بإمكاننا أن نعود. يجب أن تكون عندنا شخصية قوية. أنا السعادة، وعندما تتلقى 4 أو 5 أهداف لا يجب أن تبكي، يجب أن تخرج وأن تكون عندك إرادة للعمل وتحسين المستقبل. كان يجب أن نلعب المباراة القادمة غدا وليس أن ننتظر إلى يوم السبت. أنا أعتقد أنا شخصيا أن الناس المهنيون خاصة بعد الهزيمة القاسية وبعد هذا الأداء المتعب يجب أن يعود وأن يتدرب. حدث اللاعبين دقيقتين فقط، وطبعا طبعا بأن هذه ليست نهاية العالم، هي هزيمة والبطولة لا زالت مستمرة. الاحتفالات انطلقت في برشلونة هنا إذا مباشرة بعد نهاية المباراة. جمهور غفير يبدو الآن في ميدان كاناليتاس، حيث تجمهر جمهور البارسا. طبعا الفوز باكو على ريال مدريد له طعم آخر بالنسبة للكاتالان، وكذلك بالنسبة لمدريد عندما يفوزون على البارسا. بالفعل، وهو كذلك. هذه لحظات مهمة بالنسبة لبرشلونة. الجماهير تحتفل